مش متخيل بصراحة إن في يوم أتفرّج على أفلام هندي، وده لإن وجهة نظري إن الأفلام الهندي القديمة واللقطات اللي كنت باشوفها من الأفوارة والاستعراضات، كل ما هو ضد الطبيعة وضد المنطق خلقوا عندي فكرة غلط، أو مش غلط ولكن هي كانت غلط في الفترة الزمنية اللي كان بينزل فيها الأفلام دي، ولكن النهارده أنا جاي أثبت لك إن السينما في بوليوود لا تقل عن أفلام هوليوود، وهاقول لك عن أكتر أفلام هندية عظيمة أنا اتفرّجت عليها، يالّا بينا نشوف. مبدئيًا كده الأفلام دي مش بالترتيب ولكن على حسب اللي جه في بالي وأنا باصوّر الحلقة دي، وأول فيلم معانا هو فيلم My Name is Khan، واحد من أعظم الأفلام اللي أنا شُفتها عامةً مش بس الهندية، وواحد من أقوى أدوار شاروخان، فيلم مهم جدًا وبيحكي عن فترة حقيقية في التاريخ، وعن اضطهاد المسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر، شاروخان جسد مرض التوحد بشكل أكتر من رائع، والفيلم كل مشهد فيه من أحداث لموسيقى لكادرات في منتهى الروعة، فالأكيد إنك لازم تتفرّج على الفيلم لإنه واحد من أفضل الأفلام في التاريخ، وهو ده كان أول فيلم خلّاني أبدأ أتفرّج على الأفلام الهندية. تاني فيلم معانا هو فيلم الصراحة أنا ما باعرفش أنطق بس أهو، والفيلم بيحكي عن عازف بيانو أعمى، واللي بيتحط في موقف إنه لازم يبلّغ عن جريمة ما يعرفش عنها أي تفاصيل. فيلم بلاك كوميدي من أفضل الأفلام اللي أنا شُفتها، بارشّحه لكم تتفرّجوا عليه. تالت فيلم معانا هو فيلم لايك أ ستار أون إيرث، حِبت عامر خان قصاد أي كاميرا وقُل له مثّل من غير سكريبت، من غير أدوات ومن غير أي حاجة، الأكيد إنه هيطلّع لك تحفة فنية. فيلم عظيم ومتكامل من كل شيء، بطله طفل وعامر خان بس حرفيًا. الفيلم بيحكي عن مرض الديسلكسيا أو مرض صعوبة التركيز والتشتت الذهني، بيورّيك الأهل والناس إزاي بيتعاملوا مع أصحاب المرض ده بسبب قلة وعيهم وجهلهم، لحد ما بيقابل الطفل شخص بنفس حالته وهو الوحيد اللي بيقدر يتعامل معاه. فيلم رهيب لازم تتفرّجوا عليه. والفيلم اللي بعده هو فيلم باجرانجي باهجان، ما عنديش كلام ممكن يوصف الفيلم ده غير إنه تحفة فنية حرفيًا، مهما حكيت قصته أو وصفت أي حاجة عن أحداثه مش هادّي له حقه، فلازم تتفرّجوا عليه لإن الفيلم ده حقيقي من أروع الأفلام اللي شُفتها في حياتي. فيلمنا الجاي هو النسخة اللايت من فيلم افنجر، لا باهزر عامةً، هو فيلم راون، والفيلم بطولة شاروخان، والفيلم كان ممتع جدًا وأي حد هيحبه وهيستمتع بيه، ده غير الأغاني والاستعراضات اللي فيه اللي كانت في منتهى الروعة، والفيلم ما تعرفلوش هو دراما والّا كوميدي والّا رومانسي ولكن هو فيه كل حاجة، أرشح لكم تتفرّجوا عليه وهتتبسطوا جدًا. الفيلم اللي بعده هو أفضل فيلم هندي شُفته، والفيلم ما يقلّش أبدًا عن أي فيلم من أفلام هوليوود، واحد من أعظم أفلام عامر خان وهو فيلم 3 إيديوت. بُص كل الأفلام اللي فاتت كَفّة والفيلم ده في كَفّة تانية خالص، الفيلم ده حرفيًا بيخلّيك تعيّط بعد ما كنت في أقل من ثانية، قصة وأداء تمثيلي عظيم، وبيحكي عن مشكلة هي موجودة في النظام التعليمي في أغلب دول العالم، وبيورّيك الفرق بين إنك تعرف الهدف من التعلم وما بين إنك بتحفظ عشان تحقق أعلى الدرجات وخلاص. أي عامر خان أبدع في الفيلم ده ولازم تتفرّجوا عليه. والفيلم اللي بعده معانا هو فيلم دلوالي دولانيا لوجيندا. يا عم الحاج، يا عم الحاج، ده ناقصين لبخة في الكلام، ناقصين لبخة. فيلم عائلي رومانسي من احلى افلام شاروخان، والفيلم ده من اكتر الافلام اللي فضلت تتعرض في السينما في تاريخ الهند كله لمده 19 سنه، برشح لكم تتفرجوا عليه وتقولوا لي ايه رايكم. الفيلم اللي بعده معانا هو فيلم بي كي من بطوله عامر خان، اللي زي ما قلت لك حطه بس قدام الكاميرا وهو عارف هو هيعمل ايه كويس. اكتر حاجه محزنه في الفيلم ده انه بيخلص، واحد من الافلام اللي مستحيل تمل منها ابدا، اداء عظيم من عامر خان وقصه مختلفه عن القصص الممله المكرره. الفيلم ده حاولوا يمنعوه في الهند بسبب انه بيهدم معتقدات غلط عند الناس، وبيكشف لك جهلهم وتصديقهم لناس بتدعي الالوهيه او انهم بيقدروا يتواصلوا مع الالهه وبياخدوا من الناس فلوس مقابل ده. فيلم عظيم مستحيل تملوا منه من اول لحظه لاخر لحظه، لازم تتفرجوا عليه. واخر فيلم معانا وهو برضه فيلم للعبقري عامر خان وهو فيلم دانجر، والفيلم قصه حقيقيه بيحكي عن المصارع السابق حاول يكسب الميداليه الذهبيه لبلاده، فبيحلم انه يخلف ابن عشان يحقق فيه حلمه، ولكن مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل انه بيخلف 4 بنات ولكنه بيكتشف موهبه 2 منهم وبيعلمهم المصارعه. فيلم متكامل من قصه ملهمه واداء واخراج احترافي، والفيلم اكتر فيلم حقق ايرادات في تاريخ الهند 330 مليون دولار، ويعتبر من اكتر الافلام الهنديه الاعلى تقييم على موقع اي ام دي بي. في برضه معلومه نسيت اتكلم عليها في الفيديو، وهي ان اول مشهد في الفيلم لما عامر خان كان جسمه رياضي وكان متقسم وكان معانا عليه الاهتمام بجسمه وكده، هو اخر مشهد اتصور في الفيلم عشان لما عامر خان وصل في نص الفيلم انه يؤدي مشاهد الاب وانه يعني يزيد في الوزن وسنه يكبر وكده، ابتدى يعني ياكل وتابع نظام اكل مش صحي عشان خاطر يقدر يزيد في الوزن في اقل فتره وعشان يقدر يقوم بالمشاهد دي. وبعد كده عشان يدي دافع لنفسه ان هو يخس، قرر ان هو يأجل تصوير اول مشاهد الفيلم لما كانت بتعرض لك حياته وهو مصارع، انها تكون متصوره في الاخر عشان يقدر تاني يرجع لفورمته ويرجع لجسمه. ده بيبين لك قد ايه الراجل ده عنده شغف وعنده حب للشغلانه دي، وان هو شخص فعلا ملهم ومؤثر، وحقيقي فعلا عامر خان من اكتر الممثلين العبقريين في تاريخ الهند يعني. وبس كده دي تكون حلقتنا. الافلام دي كانت من وجهة نظري هي افضل افلام هندية انا شفتها. لو في افلام قوية رشحوها لي في الكومنتات عشان اقدر اتفرج عليها، ولو عجبتكم الحلقة فضلا اعملوا لايك وتأكدوا انكم مشتركين في القناة عشان تتابعوا كل جديد. اشوفكم الحلقة الجاية ويا رب دايما تكونوا بخير. سلام. Don't